إخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. غير في البداية قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم كنلتمس منكم العذر نظرا للغياب الطويل اللي هو الصراحة كان مفروض الظروف اللي هي موضوعية أكثر ما هي ذاتية. طبعا حنا داخلين لفصل الشتاء، يعني درجة الحرارة كتنخفض، في المقابل البرودة كترتفع خاصة بالليل، وبعض المرات كيحدث هادشي بشكل مفاجئ، يعني كيكون الجو سخون ومن بعد كيتقلب وكيولي بارد. في هاد الحالة بزاف ديال الإخوان الدجاج ديالهم تصاب بالشخرة، منهم أنا. داكشي علاش الموضوع ديال الفيديو غادي يكون على مرض ديال الشخرة، وغادي نهضر على ثلاثة د الحويجات مهمين، يعني الأعراض والعلاج، وأهم حاجة من هادشي كامل هو الوقاية. بالنسبة للأعراض هي هادي اللي كتشوفو قدامكم دابا في الفيديو، يعني الحالة ديال هاد الدجاجة هادي راه مصابة بالشخرة، اللي كتحس بها بحال اللي عندها ضيق في التنفس، كتصدر واحد الصوت شوية مهين، وبعض الخطرات كدير الصوت اللي هو مجهاد. أما بالنسبة للعلاج أنا خديت هاد الدواء هذا اللي كتشوفو دابا في الصورة، اللي سميتو دوكسينوفا. هذا ديجا استعملته مع السمان والحمد لله عطا نتيجة، وعاودتو في العلاقة مع الدجاج والحمد لله حتى هو عطا نتيجة. وهانتوما كتشوفو الدجاج يعني مفيهش شي أعراض هكا ديال الشخرة، مكيبانش عليهم شي أعراض ديال شي مرض. وبالنسبة لطريقة الاستعمال يعني ساهلة، يعني كدير معلقة كبيرة كما شفتو في الصورة، 5 لتر ديال الماء لمدة ديال 3 أيام. غير هو الإخوان ردوا البال مزيان، هاد المرض ديال الشخرة لأن مع الوقت مكيبقاش يشخر، يعني هو في واحد المرحلة كيتطور كيولي هو الكوريزا، والقاطع ديال الدجاج إلا وصل لمرحلة الكوريزا كيولي صعاب أنك تعالجو. أما بالنسبة للشخرة إلا قدرت تكتشفها في البداية أنك قادر تعالجها، أما لو وصل الحال المرحلة ديال الكوريزا كيولي شوية صعيب. ومن هنا نهضر على أهم حاجة اللي هي الوقاية، باش ميمرضلكش الدجاج بالشخرة ماخصش يكون عندك الكولوندير في الكوري، وهذا هو السبب الرئيسي اللي كيخلي الدجاج أنه يتصاب بالشخرة. هو فاش كيكون معرض للتيار الهوائي اللي كيكون بارد كيضرب الدجاج مباشرة، خصوصا بالليل، يعني البلاصة اللي كيباتو فيها ضروري خصها تكون مسدودة، ما كيدخلهاش الريح نهائيا. وهادشي اللي كنت خدام عليه هادي تقريبا شهر، داكشي علاش كنت غايب عليكم شوية. هانتوما كما كتشوفوا يعني البلاصة اللي كيباتو فيها يعني سديتها. استعملت هاد الزرابي يعني من الفوق وحتى من الجناب من التحت. بالنسبة للسراجم أنا عندي مسدودين بالميكا، ومن الداخل يعني بالشبكة. هذيك اللي كتشوفوا لتحت في البياض هذاك راه المسحوق ديال الجير، هذاك كيدار كمعقم ولا كمطهر. يعني هاد البلاصة كما كتشوفوا دابا راه ولات مسدودة مزيان، يعني ما كتدخلش الريح نهائيا. وحتى بالليل يعني فاش كتكون درجة الحرارة يعني انخفضت يعني لأقصى حد ممكن، راه كتبقى ديك البلاصة سخونة. وهانتوما الخوت كما كتشوفوا يعني الدجاجة من بعد ما دازت 3 أيام ها هي برات ولات بحال الطبيعية. بالنسبة لهاد الفروج كان عنده مشكل في العين، داويت له بوماضة صفرا يعني تا ولات عينو صافية مبقاش بحال في الأول. إلى هنا كنقول لكم ساعتكم سعيدة، ونتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش ديروا أبوني باش يوصلكم كل جديد.